البارسا حط يدو على الدوري الاسباني اليوم من بعد ما ربح سيلتا فيغو، ولكن الثمن كان كارثي. ليله المصائب. البدايه كانت مع كانسيلو، اللاعب خرج في اول نص ساعه من تيران معين، دخل في بلاصتو بالدي وقلنا ماشي مشكل دايزه، ولكن الصدمه هي اللي جاي من بعد من كانسيلو. لامين يامال ماركا بيلانتي، بالعود ما نفرحوا معاه ونفرحوا ببيلانتي ولا البيت اللي ماركا. شفناه شاد من واحد العضله خلفيه وخرج حتى هو موعت وكيبكي. ومرة الماتش الجريده الموندو او صحيفه الموندو كتبات وقالت بان مده الغياب ديال لامين يامال هي 5 ديال السيمين، يعني الموسم بالنسبه لامين يامال ساله. ولكن الغريب في هادشي كامل هو ان الماتش ما كانش عادي. تخيل معايا غير الشوط الاول دازت فيه 66 دقيقه، ثلث ساعه كومبلي غير ديال المشاكل في المدرجات والتيران مكتئب، كلشي باغي ينتهي يسالي داك الماتش. ماتش ما داش هو هذا. الحاجه الزوينه بالنسبه للبارسا في هذا الماتش هذا هي 3 نقاط اللي عزت الصداره ديال البارسا بفارق 9 نقاط على ريال مدريد. البارسا حاليا محتاجه غير 3 ديال الماتشات تربحهم من اصل 6 ديال الماتشات اللي باقيين ليها وتتوج بالدوري رسميا. بالنسبه لي انا اللقب ما بقى ليه والو، ولكن مع الاسف البارسا غتبدا تلعب بلا متعه. ما كاينش كانسيلو، ما كاينش لامين يامال، هادشي يقدر ياثر عليهم. واش في نظركم غادي يمكن للبارسا تبقى صامده وتجيب هذوك 3 الماتشات من اصل 6 ديال الماتشات تربحهم ولا لا؟ وما تنساش كومونتي، تابونا.